لما يكون عندك حاجات كتير عاوزة تعمليها ومكسلة مثلا، أو ما عندكيش طاقة يعني إنك تقومي تعمليها وكده. يعني مثلا لو عندك شغل كتير في البيت، قبل ما تقومي تعملي شغل البيت، عاوزاكي بس يعني تقري صفحتين من المصحف، صفحتين بس، هتلاقي عندك باور رهيبة. باور ان انتي بس مش تقومي تعملي شغل البيت، انتي تحسي ان عندك باور تقومي تهدي البيت ده وتبنيه تاني. فبجد المصحف، القراءة من المصحف خاصة لما يكون عندك حاجات كتير، ما تقوليش لا مثلا أنا ما عنديش وقت، لا المصحف هيبارك لك في وقتك ويخليكي تنجزي الحاجة اللي بتنجزيها في ساعتين يخليكي تنجزيها في نص ساعة. فاقري صفحتين من المصحف وقومي خلصي اللي وراكي، وكل ما تتعبي ارجعي اقري صفحتين تاني، وتعالي وادعيلي وتعالي قوليلي يعني انتي انجزتي ازاي حاجتك وانتي بتقري في المصحف، او انتي تخلصي حاجة من غير ما تقري في المصحف، انتي نفسك هتشوفي الفرق. فلما بنقرا من المصحف وحتى لو انتي تعبانة، هتلاقي التعب ده راح في ثانية، وان انتي خدتي طاقة تانية تقومي تخلصي بيها كل اللي وراكي. من الحاجات برضو ان احنا نطور بيها عقلنا ان احنا نشوف فيديو